يابا السلام عليكم حبايبنا المتابعين الغوالي. وجبة أفراخ عرب خير من الله. الألوان أبو رقيبة خير من الله. الألوان شمسيات حلوات ومرتبات مال جني اللي يريد عندنا الأعداد خير من الله. وجبة حلوة تخبل، الألوان حلوة، العمر عمر يوم. الزبهن واحد واحد حتى إذا كمية كبيرة أتأكد من عنده أخذ مي وشكر يلا وخر عنه. حتى الفريخ أتأكد من عنده شرب مي وشكر، نظفنا معاه ماستر. مرات ما يشرب، يبقى فريخ خامن وما يشرب مي وشكر وبعدين يدمرني، اسمه التهاب الأمعاء. شوية عشغلها التبريد الأمور. هاي قصة ثانية. هاي قصة كبيرة. شلون تعرفوا الفريخ نشط؟ أول ما يطلع باعوا نشط، أول ما يطلع نشط الفريخ. إذن فقاستك مضبوطة. فريخ يطلع معلعل فقاستك موشي، فريخ يطلع نشط فقاستك تمام التمام. وابقى أنا أنزل يوميا، أنزل لكم مقطع. يعني أهم شي تنتبه على فريخ، مية وشرب مالته، ماكله عاد ما يعبر اسبوع. وانا مستمر دا اصعد بيهن واحد واحد بالحاضنة. الوان كلش حلوة. وبعض الاخوة يسألوني على تربية السيفس اللي هو الديك الرومي. ترى تربيته كلش بسيطة، ما يحتاج اي شي. هذا قدامكم فراخ مال السيفس. هسه راح اصعده بالحاضنة. هذا اول واحد، مي وشكر، مي وشكر اشربه، انتهى الموضوع. كلهن مي وشكر. ما شاء الله يشبه الطاووس. يعني أنا الحمد لله والشكر عندي حتى النفور بالوجبات كلش قليلة، يعني كلش قليلة النفور بالوجبات. يعني الوجبة تطلع عندي خير من الله، وحتى بالتربية هم خير من الله. يعني تتبع المدارة والتربية الصحيحة، اعتناء بهن، ما خلي عليهن لوازمهن، ميهن تبديل مستمر بالمي، العلف وياهن ما انطيهن الظهاري. ظهر ما انطي علف، انطي الفجر، انطي بالليل، بس ما انطي الظهر خلاص. طبعا هسه واحد يسألني يقول لي ليش دا تنطيهن واحد واحد تشربهن؟ اخوي اذا واحد اثنين ما شرب مو معناته يعني اذية عليه، بالعكس. بس المشكلة يعني حتى كل يتعود ان يشربن. انا مو على موشي، بس الكل يتعلم يشرب مي وشكر. من يشوف واحد اثنين ضاق المي والشكر يشربن، البقية ورا كلهم. وهذني اخر اثنين الحمد لله كملنا العدد. وهذني كمية الأفراخ خير من الله. هاي ورا ما كملناهن كلهن مي وشكر. صح تعب، بس الحمد لله والشكر ماكو شي يجي بالساهل. هاي الحمد لله والشكر صورناهن كلهن إلكم. وجبة خير من الله والتفقيس خير من الله. اليوم تاريخ النشر 13/7، اليوم يوم الأحد 13/7، والحمد لله والشكر الوجبة كانت خير من الله. الحمد لله والشكر ربي. وهذا التبريد مشتغل قريب عليهن تبريد. وهاي الخانات القلوب 36.8 مشغل مبردة، بس بعدني ما مشتغلة. 36 درجة الحرارة، يعني تنزل تلقائيا شوية نب راح تنزل، لأن أنا تبريد طفيته من داخليهن. هسه راح اشغل الواتر بوم شوية وانصل كونفيرة. هاي كونفيرة انصيها للكونفيرة
واشغل الواتر بامب حتى ترجع عندي الحرارة طبيعية. واللي يقول ينشل الافراغ ما ينشل، هذا ما احكي ما ارد عليه، لان اساسا انت تلقائيا باللي راح اطفيها الفجر، فجرية راح اطفيها ما اخليها، فما عليهم كل شيء. حتى كبار صغار ما عندي مشكلة وياهم. هاي الوجبة الأكبر شوية عشغلها التبريد الأمور. هاي قصة ثانية. وهاي قصة كبيرة بس كلها راح تشتغل التبريد. مشاهدة ممتعة إن شاء الله، وأي معلومة أي شيء حاول تراسلني أو تخابر علي على الواتساب، ما عندي أي مشكلة، أنا أرد على أي استفسار. حاضر، أنا أخوكم الجنايب ماريا، تحياتي.